غلبان دعا ربنا قال له يا رب افرجها عليا. فجأة لقى الباب بيخبط، واحد جايب له 100 جنيه دهب. خدهم يعدهم لقاهم 98. قعد يدور ملقاش، نده لمراته، نده لولاده، نده لاخواته، نده لكل اللي في البيت. تاني يوم الصبح لا راح الشغل ولا ولاده راحوا المدرسة ولا عرفوا يعملوا حاجة، وفضل قاعد متعكن طول اليوم. احنا بنعمل كده. اللي عايز يعرف القصة خليكم معايا. معاكم منى بيبر، صفحتنا دي الصغننة اللي فيها الخلاصة، اللي فيها من الآخر، اللي فيها عصير الدماغ، عصير الكتب، في كوباية صغننة من دي الصغننة. وما تنسوش اللي أول مرة يتفرج عليا يعمل اشتراك للقناة. احنا كلنا زي الراجل اللي جاله 98 جنيه دهب وكان بيدور على 2 جنيه وعكن نفسه. احنا بنعمل كده. الصبح ما بتفتح عينيك تحمد ربنا ان انت شايف قايم على السرير، تحمد ربنا ان السرير ده في بيت مش في مستشفى. قايم جنبك شريك حياة، تحمد ربنا غيرك مش عارف يتجوز. قايم تصحي ولادك عشان يروحوا المدرسة، تحمد ربنا ان انت عندك ذرية، في غيرك بيتمنى ذرية. قايم بدري ومتضايق عشان رايح الشغل، احمد ربنا في غيرك مش لاقي الشغل ونفسه يلاقي شغل. احمد ربنا وانت نازل تفتح البيت ان انت ساكن في بيت مش في إواء ولا في تجمع ولا في حاجات زلزال. وانت ماشي في الشارع احمد ربنا ان انت ماشي على رجليك. احنا بننسى كل اللي ربنا اداهولنا، بننسى كله وندور على الحاجات اللي ناقصه. انا عايز فلوس معيش فلوس، انا نفسي يبقى عندي ولد، انا عندي بنت بس، انا نفسي خس شويه مش عايز ابقى تخين، انا لوني اسمر كان نفسي ابقى ابيض، انا شغلي صعب، انا كان نفسي الاقي شغل بيجيب فلوس كتير. ليه ما بنقولش الحمد لله؟ نعد اللي ربنا ادهولنا هنلاقيهم 98 جنيه دهب، واللي ربنا ما ادهولناش هم 2 جنيه. 2 جنيه ممكن ان احنا نستغنى عنهم لان عندنا اكتر. بس الرضا اهم حاجة، نرضى ونقول الحمد لله. يا ريت كلنا نقول الحمد لله. اشوفكم على خير.